نحن سمينا المطعم مرام، يعني الهدف صعب. والكسليك كنت بتوفاي دويناها من مداخلها لكلها، وعطيناها الكهرباء والإنارة ودوينا قلوب الناس بالفرحة. سالم عكيري من أكرم ناس وتعرفنا عليهم وشفناهم، وبيسخي بكل شيء حتى ينجح. بيمرق بمراحل صعبة ومراحل بيرجع بيتخطاها وبيصير أحسن وأحسن. لبنان بلد الحياة، بلد الطاقة الإيجابية، وما تنسي بلد السياحة الأول بالمنطقة العربية كلياتها. وهي قبلتنا لأنه نحن نطلع نستمتع بالطبيعة، باللقمة الطيبة، وبالناس اللي بتاخد العقل. لبنان ما بتموت ولا شعبها بيموت، هي حياة دائمة رغم كل الصعوبات. أول شيء بدي له ألف مبروك للشيخ سالم عكاري، ونحن لو ما مأمنين بلبنان ما حطينا إيدنا تنجح هيدا الإيفنت. كانت ليز ايجنسي عملنا المستحيل تيكون نحن شرك تاني أكيد تنجح هيدا الإيفنت، لأنه هلأ رجعت عاشت الكسليك، يعني هلأ رجعت الفرحة للكسليك عن جديد. إذا لاحظتوا أنه نورت الشوارع وحتتزفت الطرقات وحترجع الحياة ترقص وتفرفح بلبنان. بقى أنا بالعكس نظرتي دايما تفاؤلية، ووجودكم هون بيثبت أنه هيدي النظرية هي الصح. كتير حلو أنه نحن نرجع نلتقى بهذا المكان اللي هو له علاقة بالفرح. يعني الناس تجي لهون لتنبسط، لتروي عن نفسها، لتفرح، لا تفضفض احيانا لبعضها. نحن بحاجه دائما لهذا المكان، بحاجه ما بس بالكسليك، ببيروت وبدمشق وبكل الاماكن اللي للاسف يعني عم نمر فيها بازمات.